يلا بروح أصلي. صليتي؟ يلا الحين بقوم أصلي. يلا الحين بروح أذاكر اختبار. أنا ما دخلك. أمسك الكتاب بالمرة. الدرجات درجاتك مو درجاتي. ما شاء الله منك تذاكر. تدري كم ساعة ذاكرت؟ ما أدري بس أحس إنك ذاكرت أي كلام. جلست ساعة ونصف والحمد لله خلصت مذاكرة. أنت ما تذكرين. ما لي خلق أقرأ وأحفظ. تكلموا عن البعد السابع عشر. ماذا البعد السابع؟ خير وش فيك ليه تضحك؟ شفتي نفسك في المراية؟ ليه وش فيني؟ ما عجبتك؟ لا تعليق. حتى لو حاولت ذلك وذهبت بنفس سرعة الضوء. عشان شعري. والله مالي خلق أمشط شعري. لا يمكن. هلا، أنا رايحة مشوار وراجع بسرعة. في صحون في المطبخ اغسليها. يلا مع السلامة. يا الله مالي خلق غسل الصحون. يا الله يا أمي ليش أنا ما سويت شيء؟ شو أقولها؟ هلا، أنت نفس مكانك ما تحركتي. طيب الحين بقوم. الحمد لله خلصت. بروح أشوف دروسي. يا الله ما يمدينا أذاكر أصلا مالي خلق نعسانة وأبغى أنام. سؤال بس متى يكون لك خلق رايق وتنظمين نفسك؟ يا ليل مالي خلق أسمع فلسفتك. تدرين أكثر شيء يحسسك بالكسل ويدمر نشاطك هو لأنك طول الوقت جالسة. وش دخل؟ لا وبعد ما عندك هدف في حياتك فيصير عادي تأخرين صلاتك، وعادي ما تحلين الواجب، عادي وقتك يضيع على الجهاز، عادي ما ترتبين سريرك، بل تقولين مالي خلق أعوذ بالله من الكسل. اسألي نفسك يعجبك شكلك؟ إيه وش دخلك؟ لا تجاوبين عليها، خلي إجابتك بينك وبين نفسك. راضي بيومك اللي كله تسدح وتبطح؟ طب وش أسوي؟ مالي خلق أسوي شيء أبد. نامي بدري وأكل أكل ينفعك وأمشي يوميا يصير لك خلق وخلقين وثلاث. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. حتى نستمر في العطاء ادعمنا بالنشر والاشتراك والدعاء.